رامز جلال يكشف تسريبات وفضائح ضيوف رامز. فيديو خصص الفنان رامز جلال الحلقة 28 من برنامج رامز لعرض مشاهد مجمعة ولقطات للضيوف، كان مترددا في عرضها ضمن الحلقات السابقة لما تضمه من تسريبات وفضائح حدثت في الكواليس. وتوقع رامز أن يتعرض لأزمات كثيرة من ضيوف البرنامج بعد عرض هذه اللقطات من الكواليس. وقال رامز جلال في بداية الحلقة: في حلقات مكان ينفع تتذيع شوية أسرار وتسريبات، وأتمنى أصحابها ما يزعلوش مني. المزيد حسن شاكوش بأول تعليق على معركة رامز جاب من الآخر أسف على الألفاظ المسيئة، وأذاع رامز جلال فقرة بعنوان كشف المستور ويترك فيها ضيوف البرنامج مع المساعدة، تضمنت لقطة مسربة من حلقة أحمد السقا وباسم سمرت تكشف عن موقف يمازح فيه الثقة مساعدة رامز جلال ويتحدث معها عن الأكشن بل، وطلب منها أن تضربه بالبوكس كي يريها كيفية رد الفعل على الضربة. وكان لافتاً أن الشاشة المتواجدة في الغرفة تعرض صورة مها الصغير زوجة السقا. ومازح كزبرة مساعدة رامز جلال التي جلست معه في غرفته حتى ينتهى رامز جلال من تجهيزات بدء المقلب. وخلال جلوسه قال كزبرة للمذيعة أنه يعمل ممثل ومطرب، مضيفا فنان شامل. وسخر رامز جلال من حلقة كزبرة مع المذيعة قائلا: كزبرة عمل مجزرة قعد يهجص وينجعص لحد ما جاب اللي قدام وراء. وعرضت المذيعة على كزبرة تناول مشروبة الشاي ليرد عليها: أنا شوفتك شربت كل حاجة، أنا على فكرة أرتيست شامل. ووجه كزبرة نصائح للمذيعة: التمثيل صعب مش سهل، ولازم تشتغلي على الشخصية كويس. وترك رامز جلال البليهي مدافع الهلال السعودي مع مذيعة فقرة كشف المستور وعرض الحديث الذي دار بينهم في الكواليس. وعلق رامز على حلقة البليهي مع المذيعة قائلا: جاي يتجوز وتقمص شخصية العريس وهيث.